لقطات في ماتش منتخب مصر امام تونس وبعد ما كسبنا تونس يا برنس 1-0 بهدف قفشه. تعالى بقى اوريك اللقطات اللي انت ما خدتش بالك منها. من اللقطات الكوميديه يا برنس في الخناقه اللي حصلت، قطه راح يخربش اللاعب بتاع منتخب تونس زي ما انت شايف كده بيخربش قطه برضه يا جماعه. وكانت هي دي يا برنس الخناقه، كان النني بيلعب مصارعه مع اللاعب بتاع منتخب تونس، وعمر الساعي وعلي لطفي كانوا مستبعدين تماما من المباراه، وحسين الشحات ما لعبش برضه المباراه كان بره. ولكن يا برنس كله كوم، ولقطه مروان حمدي ديت وهو راح انفراد واللي هو ضيعها ازاي دي جوه، انا مش فاهم لغايه دلوقتي الكوره دي ضاعت ازاي، مش فاهمها. لكن عاوزك تتفرج على الاستاذ كريستيانو رونالدو نمبر 2 قفشه يا برنس وهو بيسجل الهدف من هنا، راح مديها واحده طبعا يا برنس، جري وعمل لك واحده طبعا برضه برنس حي الجمهور طبعا قالوا قفشه قفشه صاحب القضيه. بس الخطه اللي كان بيلعب بيها كابتن حلمي طولان النهارده خطه كان كابتن الجوهري الله يرحمه كان بيلعب بيها في سنه 2000 امام الكاميرون، يعني خطه 5-4-1 ده اكرم توفيق كان في نص الملعب.